أنا عندي دلوقتي إكس إلى 5 يساوي 28 إلى 35. لو أنا بصيت على الإكس قصادها 28، الحد اللي قصادها مش هتوصلني لحاجة. أمال هتبص لمين يا مس؟ للخمسة والخمسة وتلاتين. طيب الخمسة دي عملت فيها إيه عشان تبقى 35؟ والله لما يكون العدد كبر يبقى أنت ضربت، لو العدد قل يبقى قسمت. خمسة في كام يديك 35؟ 5 في 7، صح؟ فيبقى الرقم اللي هنا في مكان الاكس ده اتضرب هو كمان في 7 عشان يوصل ل 28. يبقى كام؟ بصوا بقى، كام في 7 يديني 28؟ يا رنا، كام في 7 يديني 28؟ في عدد يتضرب في 7 يديكي 28، يا ترى مين؟ رنا، مش معايا. كام في 7 يديني 28؟ أم، جدول ضرب. كام يا سارة؟ كام في 7 يديني 28؟ 4 يا مس. اوكي، شاطرة، تمام كده. يبقى قيمة الاكس بكام؟ باربعة. او احلها بالطريقة التانية اللي هو حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين. يعني انت هتعمل ايه؟ طرفين اللي هو اكس 35. يبقى انت هتضرب اكس في 35 واقسم على كام؟ او لا، مش اكس في 35 يا ولاد، المفروض ان هي اكس في 35 هتساوي حاصل ضرب الطرفين اللي هو 5 في 28. خلاص كده. هقسم على ال 35 هنا واقسم على ال 35 هنا، دي تطير مع دي، يبقى الاكس تساوي، اختصر بقى، على الخمسه دي فيها الواحد، 35 على الخمسه فيها 7. طيب اقسم 28 على السبعه فيها كام؟ فيها الاربعه. يبقى قيمه الاكس طلعت بكام؟ باربعه، زي نفس الناتج اللي احنا طلعناه. خلاص. طيب نيجي للسؤال رقم ج او حرف الجيم. بيقول لي 9 على 27 بيساوي اكس زائد 1 على 24. برضو نفس الفكره. بصوا، طالما هنا في تناسب يبقى انت عندك ايه؟ حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين. هنعمل ايه بقى؟ هنضرب 9 في 24 يساوي 27 في اكس زائد 1. نخليها كده، تمام. مس، قولي. هي الحصة بتخلص الساعة 10 صح؟ لا، 9 ونص، بس احنا المفروض نزود 10 دقايق كده. ماشي. خلاص. بصوا كده، ماشي. يبقى انا عملت ايه دلوقتي؟ والله انا قلت حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الايه؟ الوسطين. فيبقى 9 في 24 يساوي 27 في الاكس زائد 1. خلاص. هقسم على ال 27 هنا واقسم على ال 27. طب انت ليه يا مس قسمتي على ال 27؟ ما هو علشان 27 دي مضروبه في القوس اللي هو فيه المجهول. احنا لازم نتخلص من اي حاجه مع المجهول، لازم المجهول يبقى لوحده في طرف. هتخلص من 27 ازاي؟ بالاسم عليها، لان هي مضروبه في القوس ده. فتقسم على 27 هنا و27 هنا، دي تطير مع دي. ها، اختصر بقى هنا عشان تريح دماغك خالص. 27 ممكن اختصر على التسعة اهو، على التسعة فيها الواحد، 27 على التسعة فيها التلاتة. 24 على التلاتة فيها كام؟ على التلاتة فيها الواحد، 24 على التلاتة فيها التمانية. يبقى الكسر ده طلع لي 8 يساوي اكس زائد واحد. الموجب واحد تروح الناحية التانية بإشارة مخالفة، فهيكون الاكس بيساوي ايه؟ 8 ناقص واحد، ومنها الاكس بيساوي كام؟ 7. تمام كده. يبقى الاكس ده اهي ب7، يبقى المقدار ده كله على بعضه 8. ها، مفهوم كده؟ رنا فاهمة ولا لأ؟ اه يا مس فاهمة. طيب وسارة فهمتي ولا لأ؟ اه يا مس. اوكي.